السلام عليكم. اهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. الاسبوع اللي فات ويمكن اسابيع فاتت كتير، الوجبه الاساسيه عندي كانت فراخ. مره مندي، مره مصبي، مره مضغوط، مره شيش طاووق، اسماء مختلفه، لكن في الاخر كلها ايه؟ كلها فراخ. وده لفت انتباهي لحاجه مهمه جدا. الفراخ بقت مصدر البروتين الاساسي لملايين البشر، ويمكن اكتر اكله موجوده على موائد الناس كل يوم. لكن الفرخه اللي بناكلها النهارده مش هي الفرخه بتاعت زمان. زمان كانت بتكبر بالراحه وشكلها وطعمها مختلف. انما النهارده ومع زياده عدد السكان والطلب الضخم على البروتين، اتحولت صناعه الدواجن لصناعه عملاقه. وبقت صناعه الادويه والمضادات الحيويه جزء اساسي منها، لان تربيه ملايين الطيور في اماكن محدوده خلت الحفاظ عليها واستمرارها مرتبط بشكل كبير بالادويه والعلاجات، عشان يحافظوا على صحه الدواجن في الاماكن المحدوده دي وبالاعداد دي. ومن اكتر من 4 سنين اتفرجت على برنامج اسمه المخبر الاقتصادي. هسيب لكم الرابط بتاع الحلقة في التعليقات تحت. شرح العلاقة دي بشكل مبسط، وازاي صناعة الأدوية الدواجن الحديثة بقت مرتبطة بشكل وثيق بصناعة الأدوية. ونفس اللي حصل في الدواجن حصل في الزراعة، اللي بقى فيها اعتماد أكبر على الأسمدة والمبيدات لتحقيق إنتاج أسرع وأكبر. وده فتح باب أسئلة كتير عن الهرمونات والأدوية وتأثيرها على صحة الإنسان. الموضوع مش دعوة للخوف، لكن دعوة للوعي، لأن المشكلة مش في الدواء نفسه، لكن في الإفراط وسوء الاستخدام. ربنا سبحانه وتعالى قال: فلينظر الإنسان إلى إيه؟ إلى طعامه. زمان كنا بناكل من غير ما نفكر، لكن النهاردة بقى من حقنا نعرف الأكل اللي بناكله ده اتربى واتزرع إزاي، وإيه اللي دخل فيه قبل ما يوصل لبيوتنا وبطننا. وفي الآخر قبل ما نسأل الأكل بكام، لازم نسأل الأكل ده اتعمل إزاي، لأن اللي بنزرعه النهاردة في أرضنا واللي بيتربى عليه حيواناتنا هنلاقيه بكرة في صحتنا وصحة ولادنا. والصحة لما بتروح على الله السلام، مفيش حاجة تقدر ترجعها. بس كده صح. ربنا يحفظنا ويحفظكم، ويبعد عنا وعنكم كل سوء، ويحفظنا أجمعين. السلام عليكم.